العجينه متاع اليوم هي اللي باش تدللكم وتعاونكم في الكوجينه. اني حضرت بها سوفلي، نتوما تنجموا تحضروا بها بيتزا، باكيت فرسي، والا زاده خبز. اول حاجه نحضروا لي زانغريديون الكل باش ما ننساو حتى شيء. نبداو المرحله الاولى، نغربلوا الفاينه باش نضيفوا السكر والخميره اللي حطيت زاده ملح، خميره جاتو، حليب بودر، كليل وبيضه. نخلطوهم مع الماء يكون من دبوزة طول لا سخون لا بارد. نعجنوها من بعد باش نضيفوا الزبدة ونعاودوا زادة نعجنوها باش ندهنوا الصحفة متاعنا بالزيت ونحطوا العجينة كيما شفتوا في الفيديو تتلصق. نغطيوها ونخليوها ترتاح في الفريجيدير لمدة ساعتين، وتنجموا تخليوها ليلة كاملة. من بعد ما ارتاحت العجينة مديتها هي والفارس، رشيت البلون دو ترافاي بالفارينة وعلى عجينة زادة وشكلتها بالطريقة هذه، والباقي متاع العجينة نلموه ونخليه يرتاح ونعاودوا نحلوه. شكلت الكعبة الأولى بالطريقة هذه، الكعبة الثانية زادة عملتها على شكل بيتزا، وعملت زادة شكل سوفلي وشكل آخر زادة مزيان برشا. ونكونوا حضرنا البلاتو متاعنا فيه بابي كويسون باش ندهنوا توا دكعيبات بأصفر العظم، ونزيدوا زادة فوق منهم شوية زيتون فلفل بالرعبيد، وندخلوهم للفور على 180 درجة. وشوش نقول لكم على كل بنة وعلى كل ريحة مفحفحة. في الفيديو هذايا عملت غلطة، طلعوها شنية